السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي الأبد. انتهت مباراة مصر الودية جدا، يعني ودية آخر 18 مليون حاجة. انتهت 2-0 لمنتخب مصر على منتخب تنزانيا. دي آخر بروفة استعدادية لمنتخب مصر قبل أول لقاء إن شاء الله بعد أسبوع من النهاردة، يوم الأحد اللي جاي إن شاء الله الساعة 7، ماتش مصر وموزمبيق في افتتاحية مباريات مصر إن شاء الله في الكان الأفريقي 2023. يا رب ان شاء الله التوفيق لمصر باذن الله. الوديه النهارده اهم حاجه ان احنا ما طلعناش بخسائر، يعني ده انا شايف ده اكتر حاجه. الراجل جرب ناس كتيره، هو بدا بتشكيل انا شايف انه اقرب شويه للتشكيل الاساسي بتغيير ناس معينه. يعني بدا بمحمد صبحي، اكيد هيكون محمد الشناوي مكانه في المباراه اللي جايه ان شاء الله. في الدفاع بدا بعبد المنعم وحجازي، دول الاساسيين في خط الدفاع. على اليمين بدا بعمر، واظن الاساسي هيكون محمد هاني. على الشمال بدأ بفتوح، وبنسبة كبيرة هيكون محمد حمدي هو الأساسي. خط النص بدأ بثلاثة، بإمام عاشور والنني ومروان عطية. اللي أتمنى إن هو يكمل في الخط ده بصراحة كأساسي مروان عطية، يعني أنا مش حاسس إن هو هيبقى أساسي الماتشات اللي جاية، لكن هو مروان عطية بصراحة هايل. يعني النهاردة قطع كرات ملوش حل، تصويبة على الجون صاروخ، لولا الحارس حط ايديه فيها جابها. فأتمنى إن هو يلعب الماتشات الجاية. وكان قدام بيلعب بالثلاثة الأساسيين لمنتخب مصر، محمد صلاح على اليمين وتريزيجيه على الشمال، ومصطفى محمد المهاجم الأساسي في منتخب مصر. دي التشكيلة الأساسية. بدل بعد كده، عمل تبديلات، غير مصطفى محمد ونزل كهربا، غير مروان حمدي ونزل حمدي فتحي، غير فتوح ونزل محمد حمدي. كان في تغيير اضطراري بس، كان المفروض يبدل حجازي وينزل عليه جبر، لكن التبديل تم لإصابة عمر كمال، اللي أنا مستغرب إن هو لعب الماتش يعتبر كامل، لانه ده لاعب جاي من الاصابه. طب بتلعبه الماتش كامل ليه؟ كان المفروض يغير من بدري. عندك محمد هاني بره، او عملت علي جبر ومحمد عبد المنعم كان كمل الماتش زي ما كمل كده باك يمين. فكمل عمر كمال عبد الواحد، وللاسف اتصاب. الله اعلم الاصابه حجمها ايه، هيبان طبعا بكره اذا كان اصابه يعني صغيره ان شاء الله هيكمل مع المنتخب، اصابه كبيره لا قدر الله طبعا هيتم استبداله بلاعب تاني. فهنشوف الاخبار ايه بكره. من ضمن التبديلات برضو تريزيجيه خرج وجرب عمر مرموش كويس، قدر يجيب ضربة جزاء النهارده. محمد صلاح النهارده جايب جون ما شاء الله، الحاجة دعاية لك ابو صلاح. الكرة تخبط في العارضة بقوة، طبعا محمد صلاح شايط دانة مدفع، تخبط في ال90 في السوكة بتاعت العارضة كده، وتخبط في ظهر الجون. اللي حظ محمد صلاح حلو ان هو اترمى في نفس الناحية، وبتخبط في ظهر الجون وبتدخل الجون، والجون اتسجل باسم محمد صلاح كمان. يعني ده هدف دولي اتضاف لمحمد صلاح في رصيد اهدافه. والجون الاول زي ما شفناه حاجه ما شاء الله. هي دي بقى اللي احنا عايزين نشوف منتخب مصر بيلعب عليها، يعني كره من امام للنني لمحمد صلاح على طول. السويرف بتاع محمد صلاح راحت للتريزيجيه انفراد، حطها بكل اريحيه. فما شاء الله النهارده فيها كسبنا حاجات، بس اهم حاجه ان احنا ما فيش اصابات الحمد لله، لان برضو كان في بعض التدخلات كده من لاعبي تنزانيا كانت تخوف شويه. لكن هي ماتش ودي قوي، يعني ما فيهوش بقى ايه القوه، ما فيهوش مش عايز اقول بقى يعني ايه. كان نفسي يبقى اكتر من كده، لكن يعني كان نفسي نكون منتخب اقوى من كده بصراحه. لكن اظن هو اختاروا منتخب تنزانيا لان هو قريب جدا من منتخب موزمبيق، قريب من طريقه لعبه، فحتى قريب في الترتيب. يا مسهل ان شاء الله تكون بروفه قويه للمنتخب، ويقدر باذن الله يفرحنا السنه دي وناخد افريقيا اللي غايبه عننا بقالها اكتر من 10 سنين. بقالها 13 سنه بالظبط، يعني 13 سنه ما فيش افريقيا في مصر، من ايام الجيل الذهبي بقى، ابو تريكه وبركات وجمعه وعماد متعب والحضري. فصلاح يستاهل، يعني ان شاء الله زي ما ابتسمت كده لميسي في كاس العالم اللي فات اخيرا، وابتسمت لرونالدو قبلها في 2018 لما خد اوروبا، فاتمنى يورو. فاتمنى ان شاء الله تبتسم لصلاح المره دي. الوقت مناسب جدا، صلاح على 30 سنه دلوقتي، لسه قدامه ان شاء الله بطوله او اتنين، بس هو ده الوقت المناسب باذن الله. فان شاء الله تكون البطوله دي من نصيب منتخب مصر. تابعوني بقى الفتره الجايه ان شاء الله، عشان كل الفيديوهات هتكون طبعا عن منتخب مصر. اللي يا رب ان شاء الله ربنا يوفقه في البطوله دي باذن الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. بشكركم على الدعم، الناس اللي بتدعمني دايما، واشوفكم في فيديو جديد مع اهلاوي الابد.
السلام عليكم.